اي طالب في سنة تانية معهد سينما عندنا يقدر يعمل فيلم برقبة الفيلم ده. السينما من أهم الفنون وأكثرها تأثيرا في الناس وفي المجتمعات، وزي ما الناس والمجتمعات بيتأثروا بالسينما، كمان السينما بتتأثر بالمجتمع والتكنولوجيا والتطور اللي بيحصل حواليها. شفنا السينما بتتطور من بداية دخول الصوت السينما، وبعدين التكنيكولر والأفلام الملونة، وبعدين في الخمسينات كان الظهور الأول لأفلام ال3D. هنتكلم في حلقتنا عن فيلم تم كتابته وإخراجه بالذكاء الصناعي والكمبيوتر. الفيلم عمل ضجة كبيرة لأنه الأول من نوعه، وعلشان حاجات كتير هنعرفها في حلقتنا. بس قبل ما نبدأ حلقتنا استأذنك تشترك في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير. يا مساء الفل على الكل. السينما بتتطور كل يوم في معدات التصوير والصوت، وكمان معدات العرض في السينمات، وكل حاجة خاصة بالصناعة. لكن في التسعينات بالذات حصلت طفرة كبيرة في الكمبيوتر والتكنولوجيا عامة، وبالتالي على المؤثرات البصرية، وده شفناه في فيلم جوراسيك بارك. وبعد كده تجلت التكنولوجيا وعظمة CGI في فيلم ماتريكس في آخر سنة في الألفية اللي فاتت. الفيلم اللي بقاله 23 سنة ولا 24 سنة، وكل أفلام الأكشن لحد دلوقتي بتحاول تقلده. حتى بطل الفيلم شخصية بيحاول يعمل شخصيات وأفلام قريبة من ذا ماتريكس، لأن الفيلم كان نقلة نوعية في استخدام الكمبيوتر والمؤثرات البصرية في السينما. وبعد كده في الألفينات الكمبيوتر والتكنولوجيا اتطوروا قوي قوي وبسرعة جدا جدا، وبقوا أساس أي فيلم، من تصوير بكاميرات متبرمجة علشان تعمل حاجات ما بيعرفش يعملها الإنسان، أو معدات صوت ديجيتال بتلقط الصوت بطريقة معينة، أو مونتاج وتلوين وكل حاجة خاصة بصناعة السينما. وبالذات اللي اتطور قوي هو CGI او المؤثرات البصرية، اللي خلت الافلام تخترع اماكن تصوير وتنقلك من دنيا لدنيا تانية خالص. يعني ممكن تتصور جوه الهرم الكبير وانت في قلب استوديو صغير جوه هوليود، او ممثل اتوفى من سنة ولا 2 وعاوزينه يكمل مشاهده الباقية في الفيلم، تكنولوجيا تقول لك عينيا حاضر، ونجيب الممثل يمثل بشحمه ولحمه. ولو الجمهور ما يعرفش ان الممثل ده متوفي، مش هيعرف ان مش هو ده اللي بيمثل في المشهد. وكل يوم التكنولوجيا بتتطور، وبتتطور معاها صناعة السينما. لحد من ايام قليلة قريت مقال عن ذكاء اصطناعي يصنع فيلم من اوله لاخره، سيناريو وحوار واخراج كمان. ما اضحكش عليكم، انا اتخضيت وشدني العنوان وقلت اما ادخل اقرا. لقيت ان في شركة انتاج انتجت فيلم عن طريق بوت ذكاء اصطناعي. البوت ده او برنامج الذكاء الاصطناعي كتب حبكة الفيلم والسيناريو والحوار، وكمان عمل سكرين شوت لكل مشاهد الفيلم. ده كمان ما نساش الملابس والديكور والالوان اللي هتستخدم في الفيلم، وتعبيرات الممثلين وحركتهم جوه كل كادر. بصراحة البرنامج ما اثرش خالص، ومنتجين الفيلم لما كانوا بيحتاجوا يسألوه على اي حاجة وهم بيصوروا، كانوا بيسألوا البرنامج وكان بيرد عليهم بكل التفاصيل اللي هم محتاجينها. الفيلم حوالي 5 دقايق، كله داخلي متصور في مكان واحد، وبيحكي حكاية 3 اخوات بيستقبلوا خبر ان الذكاء الصناعي سيطر على العالم كله، ومفيش حل غير ان واحد منهم بس هو اللي يعيش. وبيدور الفيلم كله في نقاش بين الاخوات دول. المفروض القصة حلوة ويطلع منها فيلم كويس، بس هل الفيلم اللي كتبه برنامج كمبيوتر حلو؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. بس الاول نعرف ازاي طلع الفيلم للنور. شركة الانتاج خلت برنامج الذكاء الصناعي يكتب لها 100 سيناريو، واختاروا هم سيناريو واحد من ده، وبعدين غزوا تاني البرنامج بالمعلومات من السيناريو ده علشان يديهم احجام وزوايا اللقطات، وبعدها بشوية ادوله معلومات تانية علشان يقول لهم على الملابس والالوان وكل التفاصيل اللي هم محتاجينها. وصوروا الفيلم كله بناء على تعليمات الكمبيوتر وبرنامج الذكاء الصناعي ده. لكن الحمد لله بعد ما صوروا الفيلم وعرضوه، نقدر نقول اننا لسه بدري خالص لحد الكمبيوتر ما يقدر يجاري البني ادم في اي حاجة. الفيلم شوية كلام وجمل حوارية وسط حبكة المفروض انها قوية، لكن التصوير ضعيف والاخراج اضعف، وده اللي خلانا نشوف في الاخر فيلم مستواه متوسط واقل من المتوسط كمان. اي طالب في سنة تانية معهد سينما عندنا يقدر يعمل فيلم برقبة الفيلم ده. بس ده يطمنا ان الذكاء الصناعي لسه
قدامه كتير لحد ما ياخد مكان الإنسان في السينما، لكن يقدر يعمل مهام ووظائف تسهل عمل الإنسان. وفعلا الكمبيوتر والتكنولوجيا مهمين قوي 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 دلوقتي في الصناعة، وقدروا يطوروا منها. ولو حابين نعمل حلقة مخصوصة عن التكنولوجيا وازاي غيرت شكل السينما قولولي تحت في التعليقات، وهسيب لكم لينك الفيلم علشان تتفرجوا عليه وتقولوا لي رأيكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة، واشوفكم في حلقة جديدة في السينما. سلام.